إذا بدي أقارن ما بين معرض أربيل الدولي للكتاب هذا 15، بس حسب معرفتي إنه كان متوقف يعني، وهذا المعرض جاي بعد التوقف هذا المؤقت يمكن سنتين أو ثلاث بال2019. من 2019 متوقف كما جاني الخبر. هذا رقمه 15. أنا شفت المعارض بسوريا مثل مكتبة الأسد كانت تنظم المعارض طبعا اللي أنا حضرت قبل الأزمة كانت معارض فعلا تعبر عن الثقافة السورية، وأقدر أقول أني عن كل الثقافة العربية بدمشق يعني. لكن الآن الأزمة اللي عصفت بسوريا صار في وضع يختلف. بمعرض أربيل الآن، وخصوصا أقدم لها شكر مؤسسة المدى، ما شاء الله على هذا التنظيم الرائع. واحد. اثنين، الإقبال على الكتاب صراحة يثير الإعجاب. يعني أنا معجب جدا جدا بهذه الوفود واللي جاية لمعرض أربيل الدولي، وحتى هناك عاملين عربات لنقل الكتب، فكل شخص يعني أغلب الأشخاص اللي جاي يشتروا كتب يعني يستعملون هاي العربات بسبب شغف، يعني عندهم شغف لشراء واقتناء الكتب.